الفيديو ده مش مجرد اعلان عن بيع فيلا، انا بقدم لك حياة كاملة جوه فناء بيتك. برجولات وبحيرة صناعية، فيلا ريفية كلاسيك وسط الخضرة واشجار الفواكه وحظاير الحيوانات والدواجن. فجهز لهوتك الجميلة ويلا واحنا مع بعض نعيش تفاصيل مهمة ومميزة وربما بتشوفها لأول مرة عندنا على القناة. وانت بتشرب هوتك الجميلة اقول لك خلينا نبدأ العرض بتاعنا بالصلاة على سيدنا النبي. وهكون معاك في الفيديو ده في الشرح والتعليق محمد المصري، وهكون سعيد جدا لو دعمتني باللايك والسبسكرايب لو مهتم بالمزيد من العروض العقارية. ده شكل البوابة الفخمة اللي منها تدخل على عالم آخر من السحر والهدوء والرفاهية. طابع ريفي كلاسيك يطفو على ملامح المكان ليضيف له جمالا خاص. داخل كومباوند الريف الأوروبي على طريق مصر اسكندرية الصحراوي، كومباوند ريفي سكني حضاري جدا في لوكيشن مميز هنتكلم عنه، بس الأول عندنا تفاصيل أهم. المساحة الإجمالية بتاع العرض بتاعنا 6000 متر، ولك أن تتخيل إن بيتك وسكنك على مساحة فدان ونص. الفيلا محاطة بسور من جميع الجهات، بوابة فخمة جدا. أول ما تدخل من البوابة على يدك الشمال باركنج للسيارات، ثم بعد كده الفيلا في وشك على طول بإطلالات على الخضرة وأشجار الفواكه. الفيلا دورين وروف، تشطيب كامل وفرش كامل، والعرض بتاعنا كمان استلام فوري، يعني شنطة هدومك وتسكن من الصبح. أمام الفيلا على طول الجاردن الخاص بالفيلا، مسطح كبير من اللاندسكيب وبرجولة تعتلي بحيرة صناعية. البرجولة دي محاط بيها بحيرة صناعية من جميع الجهات، يعني انت لو معاك ضيف هتقدر تستقبله في البرجولة الجميلة دي. النوافذ من كل مكان مطلة على الخضرة واللاندسكيب وأشجار الفواكه، ومحاط بيها البحيرة الصناعية اللي فيها 2 شلال وبتسمع صوت خرير المية. كمان الطرق الداخلية في الفيلا كلها عبارة عن تراكات من الانترلوك والإنارة الليلية محاطة بالفيلا ومقسماها تقسيمة في منتهى الروعة. أشجار النخيل بتخليك تستمتع أكتر بالطبيعة الريفية الجميلة. سكن، هدوء، رفاهية، استجمام، اكتفاء ذاتي. سعر، لوكيشن هنأجله شوية، باختصار سبيشيال ديل. نتكلم بقى مع بعض عن حظاير الدجاج اللي موجودة في المكان، وهي مش مجرد حظاير دجاج بس، ده في حظاير دجاج وحظاير مواشي، وكمان موجود اسطبلات خيل. تنسيق الحظاير وتنظيمها وتنسيقها بالشكل اللي احنا شايفينه مش هندرجه تحت بند الربح فقط لا غير، لا، تحت بند الربح والهواية، لأن هنحس مع بعض إن المالك عامل حاجة هو بيعشقها أو بيحبها. علشان كده هنلاقي طابع الفن موجود في تنظيم الحظاير اللي موجودة في المكان. عنده جميع أنواع الطيور، جميع أنواع الطيور بلا استثناء. لو هنتكلم عن الدواجن أكتر من 15-20 نوع. لو هنتكلم عن الطيور العصافير والحمام أكتر من 5-6 أصناف موجودين في المكان. ده طبعا كله بخلاف حظاير الماعز وحظاير الغنم البري اللي موجودة في المكان، واسطبلات الخيل المهيئة والمجهزة لاستقبال الخيول. يلا بينا نروح اوريكم مزرعة الفواكه اللي موجودة عندك في الفيلا. ولكن قبل ما انسى، المالك عنده معمل لتفريغ البيض موجود عنده في المزرعة. ده بيكمل هوايته على الرغم ان هو بيكسب جدا، يعني البيض اللي الفراخ بتبيضه هو بياخده يفرغه ويطلع بيه كتاكيت صغيرة ويكمل المشروع بتاعه، يعني عامل اكتفاء ذاتي عنده لنمو المشروع بتاعه. المزرعة بتاعتك بتاعت الفواكه اللي موجودة عندك في الفيلا فيها جميع أصناف الفواكه، أغلبها المانجا والعنب. المانجا طبعا أغلب الأصناف اللي موجودة عويسي، وفي نعوم وفي فنسة، وكمان العنب اللي موجود عنب فليم. تكعيبات العنب اللي موجودة على تراك جنب المميش بتاع حصينة الخيل معمولة برضو بشكل جميل جدا وشكل حضاري ومنسق، علشان لو انت بتركب خيل او بتجري الخيل في المميش وبتتفرج على الخيل تستمتع بالفواكه حواليك. تنسيق الفيلا والزرع وكل منطقة منفصلة عن التانية ده معمول بشياكة ومعمول بطريقة جميلة جدا. ولكن خلينا اتكلم معاك عن الملحقات الخارجية المحيطة بالفيلا اللي باقية قبل ما نروح نخش الفيلا من الداخل. عندنا 2 استراحة للعمال واستراحة دورين فيها معمل التفريغ وفيها سكن آخر. إذا المشروع الإنتاج الدجيني مجهز بالكامل، والإنتاج الحيواني لتربية الماعز مجهز بالكامل، واسطبلات الخيل عندك موجودة مجهزة بالكامل. إذا أنت عندك اكتفاء ذاتي، والاكتفاء الذاتي بس مش للحوم بس أو للدواجن، وإنما كمان للخضروات والفواكه، يعني كل حاجة عندك أورجانيك من قلب البيت أو من قلب الفيلا بتاعتك. هنطلع من معمل التفريغ وهنروح مع بعض علشان اوريكم الفيلا من الداخل، وهنتكلم بقى مع بعض عن الفيلا بتاعتك ريفي بطابع كلاسيك متماشي مع تنسيقه مع الزرع اللي موجود في المكان.
عندك تراس كبير في الدور الأرضي والدور الأول وكمان في الروف، كل الإطلالات داخل السور بتاعك، يعني كل الفيو بتاعك في ملكك الخاص بيك. الفيلا فرش كامل وتشطيب كامل، وللعلم البيع هيكون شامل كل الفرش الموجود. مساحة الفيلا 600 متر، دورين وروف. عدد الغرف 6 غرف، كيتشن روم، دايننج روم، ليفينج روم، عندك 4 تويلت. عندك موجود في الدور الأرضي ريسبشن كبير دبل لاستقبال الضيوف. عندك التشطيب حديث، الفرش حديث، الأساس اللي موجود بالكامل كله حديث، البيبان والشبابيك اللي موجودة كلها حديثة. وخليني أقول لك ميزة في الفيلا دي مش موجودة في أي فيلا في الريف الأوروبي، لأن عدد الفيلا اللي في الريف الأوروبي اللي حوالي 10,000 فيلا في الريف الأوروبي مش موجود في الميزة دي غير في حوالي 3 أو 4 فيلا فقط لا غير. الميزة إن الفيلا بتاعتنا مسجلة تسجيل شهر عقاري منفرد، ودي مش موجوده غير في حوالي 3 4 فيلا في الريف الاوروبي. اما اي حد يقول لك الفيلا بتاعتنا مسجله شهر عقاري ما تصدقوش، لان بيقصد ان العقد الرئيسي بتاع الريف الاوروبي هو اللي مسجل، اللي بيكون شامل 1000 فدان مثلا. انما الفيلا بتاعتنا مسجله تسجيل منفرد، ويحق للاجنبي العربي التملك، لان اصلا صاحب الفيلا هو اجنبي عربي. بالنسبه للوكيشن، انت في كومباوند الريف الاوروبي واحة الزهراء، واحده من اميز الاماكن اللي موجوده في الريف الاوروبي. اذا ميزه في اللوكيشن وميزه في العقد المسجل. انت موجود على طريق مصر اسكندريه الصحراوي جنب هايبر 1، 15 دقيقه تكون في قلب مدينه الشيخ زايد في مدينه سفنكس الجديده، 10 دقايق من مطار المدينه الجديد. السعر المطلوب 25 مليون جنيه. الارقام بتاعتنا موجوده في الديسكريبشن، تقدر تتواصل معانا. في النهايه ببلغكم تحياتي وتقديري، كان معاكم محمد المصري من شركه سفنكس التسويق العقاري. هكون سعيد جدا لو انت دعمتني باللايك والسبسكرايب علشان تشاهد كل العروض العقاريه.